السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنتمنى لكم الصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله، وعلى جميع الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي كيشوف الفيديو ما ينساش الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد، وما تنساوش تشجيعاتكم الفيديو فضلا وليس أمرا. اليوم إن شاء الله غادي نحضر واحد الوصفة ديال باداز بالحوت. غادي نحتاج فيه هاد الحوت، وغادي نحتاج البصله. هاد الحوت كنهزو كنغسلوه بإسكنجبير والحامض مسير كله حتى كيتنقى، وكنديرو فشي الشبكه حتى يتقطر مزيان، وغادي نستعملوه ان شاء الله. هاد الوصفه معروفه لجهه اسفي. هاد الوصفه ديال البداس هما اللي معروفين بزاف بهذا الطبق. غادي نحضروا ان شاء الله بهذه الطريقه. بسم الله. هاد الحوت غادي نحتاج ليه هاد العطريه، شويه ديال التحميره، شويه ديال الزعفران ديال العود، شويه ديال الابزار، اسكنجبير، البودر ديال البصله، القزبور مطحون، شويه ديال السودانيه والملح، وواحد الضمه ديال الزعفران. هي هذه غناخذ فيه واحد الحبه. والحوت اللي درت، الحوت افضل يكون ديال الكوربينه، هو اللي كيجي هاد الوصفه. الا توفر، الا ما توفر نصاوبوا هاد الحوت الاخر. بسم الله. غادي نحتاجو هذا البرمه، غندير فيه تقريبا 2 معالق ديال الزيت النباتيه. غادي نضيف ليه واحد المعلقه ديال الزيت الزيتون. غادي نضيف لهم هذا البصله، واحد البصله مقطوعه. غادي نخلي هاد البصله شويه حتى تنزل لي هاد البصله. بسم الله. بعد ما خليت الحوت حتى تشحر شويه، دابا غادي نحيد هاد الحوت كننزلوه في واحد السخن هنايا ونخليوه جانبا. بسم الله. بعد ما حيدت الحوت كنخليوه جانبا هكا. غادي نضيف ليه 1 لتر ديال الماء. الحوت ما كيحتاج الماء بزاف، والخضره سهله الطيب، كنحتاجو غير لتر ديال الماء. غنضيف دابا 1 لتر ديال الماء هنايا مغلي. كندير الماء حتى يتغلى. دابا غادي نضيف ليه هاد الفول، وغنضيف ليه الحمص، واحد شويه ديال الحمص، وغنضيفو هاد الخضره هنا فيه اللفت، فيه واحد الجانا، فيه القرعه وحده غير خضره، حيت هذا بدات كيطيب بسبعه الخضاري، وفيه الجزر وواحد البطاطا حلوه. ها هي قطعت البطاطا حلوه طرف هكا كبارين. راه هي كتذوب، غير كتوقف لينا المرقه. الهدف ديال هاد البطاطا كتوقف لينا المرقه وصافي. غادي نضيف هاد الخضره ونخليها حتى تغلى ان شاء الله. بعد ما كناخذوا هاد الدقيق ديال الذره كنغربلوه وكنديروه في هاد القصعه. كنضيف ليه هاد الماء بارد، وكنخلطوا كلشي هكا، كلشي حتى كيتخلط لينا كلشي مزيان. بهاد الطريقه كله. كنضيفوا الماء، القياس ديال الماء كنحركوه حتى كيشرب لينا كلشي هاد الدقيق الماء بحال هاد الطريقه. هو دابا بدا كيشرب الماء. ملي كنخلطوا كلشي بالماء ديالو كنحكوه بهاد الطريقه باش يشرب كلشي الماء. كيبغي الماء هو شويه. نديرو ليه هكا كلشي. هو دابا راه
خصو غير مازال شويه د الماء. في الاول ملي كنديروا ليه الماء مزيان صافي، ملي كيشرب ديك المره الثانيه كيبغي غير مازال شويه. هاد المره اللي كيبغي الماء بزاف باش يشرب. ملي كيشرب صافي ها هو شرب. دابا غادي نديرو في هذا بوصيور كلشي هكا، وكنغربلو كلشي وكنحكو هذا اللي كيبقى هكا حتى نساليه كله ان شاء الله. ها هو دابا صافي. راه تقريبا ملي كنشربوه الماء مزيان هنا كيجي رطب، ما كيجيش حرش. الا خصو الماء دابا كيجي لينا ديك الساعتين، الا طاب كيجي حرش. تقريبا راه الغرفه قل ربع شويه اللي بقى في الماء، وما كيتعجنش عاوتاني. عندنا ميزاننا دائما في الماء. دابا غادي نحتاجو هاد الكسكاس. بسم الله على بركه الله. بعد ما كنزلو الكسكاس كنديرو في هاد القصعه هكا، كنضيفو ليه واحد المعلقه ديال الماء كلشي هكا، كنضيفو له 2 معالق الماء ما حد سخون، وكنديرو ليه هاد الطريقه. دابا غادي نضيفو ليه غير 3 المعالق ديال الماء صافي. وغادي نخلطو كلشي هكا حتى يشرب لينا فيه هاد الماء كلشي. بسم الله. بعد ما درت ليه الماء دابا غادي نردو هاد الكسكاس، غادي نديرو في هاد الكسكاس كله ونرجعو يطيب عاوتاني واحد 15 دقيقه. بسم الله. بعد ما درت الطعام في هاد القصعه غنضيف ليه الماء ديالو والملح. كنضيفو هاد المعلقه ديال الماء، وكنضيف ليه الملح على حسب الذوق. غنضيف هذا الملح هكا وكنحركها كلشي كتذوب حتى كتذوب، وكنضيفها هنايا وكنخلطو كلشي. وغادي نضيف ليه واحد المعلقه، راس المعلقه ديال السمن البلدي، وغنضيف ليه واحد المعلقه ديال زيت الزيتون. وغادي نخلطو كلشي هكا. الماء ما غاديش نضيفو ليه الماء مازال، صافي القياس ديال الماء هو هذا. وغادي نديروه يتفور. الا خلطتو كلشي هكا غنديروه يتفور مازال واحد ربع ساعه صافي. ها بداز طاب صافي. غير كنخلطو كلشي دابا مزيان يندمج لينا فيه الملح وهاد السمن اللي ضيفنا دابا. بسم الله على بركه الله. بعد ما كيتفور هاد الطعام ربع ساعه دابا غادي نضيف ليه القرعه وجوج مطيشات محكوكين، والقرعه كنخلي ليها القشره ديالها. غادي نضيفهم هاد المرقه، وغادي نضيف ليه هذا الربيع غير كنحزموه هكا وكنضيفوه هنايا، وكنضيفو واحد الفلفله حاره خضراء ولا حمراء المهم. دابا غادي نضيف هذا الحوت اللي حيدنا، علاش درناه ديك الساعتين درنا باش يطلق المرق ديال الحوت في هذا باداز. دابا غادي نرجعوه هكا باش يكمل الطياب ديالو. كنخليوه هكا وكندير ليه هذا الطرف ديال الحامض مسير. دابا غادي نخليه حتى هاد الحوت كنخليوه مازال غير ربع ساعه، وكنحيدو الحوت ونردو هذا الطعام. بسم الله. بعد ما طاب هذا باداز كنديروه في هذا القصعه.
غادي نسقيوه ان شاء الله. وكنحيدو هاد الفلفله بسم الله. بعد ما كنديرو في هاد القطعه راه كيجي هكا مفرز كلشي، ما كيتعجنش زعما كاين. ودابا غادي نسقيه ان شاء الله. بسم الله. بعد ما سقيت بداز كنرشوه بشويه د الكمون. بهاد الطريقه هاد الطبق معروف الجهات الشرقيه اللي معروف بداز بهذا الحوت. ما تنساوش تشجيعاتكم الفيديو. دمتم في امان الله وحفظه.